السلام عليكم. وليد الركراكي ثالث أفضل مدرب في العالم. نابولي يحسم في صفقة وليد شديرة. باريس سان جيرمان يضم أوناي. زياش يحدد مصيره الكروي لهذا العام. الكاف تعفي المنتخب الوطني المغربي من الدور التمهيدي لمونديال كندا والمكسيك. في البداية أعزائي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والانخراط في القناة ليصلكم كل جديد. نال وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي لقب ثالث أفضل مدرب في العالم وفق الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء الكرة الذي أعلن عن ذلك يوم الأحد. وحصل الركراكي على 30 نقطة، وبذلك أصبح أول مدرب إفريقي يصعد إلى منصة التتويج. واختير مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني اليوم الأحد كأفضل مدرب لسنة 2022 من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاء كرة القدم. وسلط الاتحاد الدولي ومقره مدينة لوزان السويسرية الضوء على الأرجنتيني الذي حصل على 240 نقطة واكتسح التصويت. سكالوني المتوج مع الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا سنة 2021 وكأس العالم في قطر عام 2022. وجاء ديدي ديشام مدرب المنتخب ديكا في المركز الثاني برصيد 45 نقطة. وفي إيطاليا فقد حسم نادي نابولي تعاقده مع الدولي المغربي وليد شديرة حسب ما ذكرته صحيفة كوري ديلو سبورت الإيطالية. وحسب ذات الصحيفة إن الإعلان عن ضم شديرة هداف نادي باري المنتمي إلى بطولة الدرجة الثانية في إيطاليا سيكون في الأيام أو الساعات القليلة القادمة. وللذكر لعب شديرة مباراتين فقط مع المنتخب المغربي في مونديال قطر بواقع 63 دقيقة لعب فقط، كما تعرض للطرد خلال فوز المغرب أمام البرتغال في ربع النهائي المونديال. وفي فرنسا فقد اقترب عز الدين أوناي نجم المنتخب الوطني المغربي من حسم انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وقال مصدر مقرب من اللاعب لموقع فيلغول.com أن لاعب المنتخب الوطني المغربي الذي يلعب لنادي إنجيل الفرنسي قد حسم مستقبله مع النادي الباريسي، وحيث جلسة بين الطرفين غدا الاثنين سيتم عقدها لحسم الصفقة. الصفقة التي تقدر ب30 مليون يورو يدفعها نادي العاصمة الفرنسي لضم اللاعب المغربي. وزاد الموقع بأن الصفقة ستكون بداية هذا الموسم المقبل على أن يتم الإعلان عليها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة. وقد تألق عز الدين أوناي مع المنتخب المغربي في كأس العالم الماضي قطر 2022 وساهم في تأهل أسود الأطلس إلى نصف النهائي قبل الخسارة مع كرواتيا. أما في إنجلترا فقد حسم الدولي المغربي حكيم زياش مصيره الكروي بعدما قرر البقاء في صفوف النادي الإنجليزي خلال الموسم الكروي الحالي. وفي هذا السياق فقد كشف الدولي الهولندي السابق روبرت ماسكانت في تصريح صحفي أن زياش قرر إكمال الموسم الكروي الجاري رفقة البلوز، رافضا بذلك الدخول في مفاوضات مع أندية أخرى ترغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي. وقال ماسكانت إن زياش أصبح يتطلع إلى ضمان مكانة له رفقة فريق تشيلسي بعدما
أعاد اكتشاف نفسه بعد كأس العالم الأخيرة وتلقيه الإشادة من مدربه غراهام بوتر. وكان زياش قد شارك أساسيا في مباراة فريقه تشيلسي أمام مانشستر سيتي لحساب البريمير ليج، وهي المرة الأولى له منذ فترة طويلة. يذكر أن حكيم زياش بصم على مستوى كبير رفقة المنتخب المغربي خلال كأس العالم قطر 2022، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق أسود الأطلس لإنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، ببلوغهم من المربع الذهبي واحتلال المركز الرابع. أما فيما يخص أخبار المنتخب الوطني المغربي، فقد قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إعفاء المنتخب الوطني المغربي من دوره التمهيدي لتصفيات كأس العالم المنظم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك سنة 2026. وحددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم نظام التصفيات الخاص بالتأهل إلى مونديال أمريكا، والذي يقضي بإعفاء أسود الأطلس من الدور الأول بحكم ترتيبهم على الصعيد العالمي، حيث ارتقوا يوم الخميس الماضي إلى 11 عالميا بعد الإنجاز الذي حققوه في المونديال القطري. وفرضت الكاف على المنتخبات 18 الأقل تصنيفا على الصعيد القاري بخوض دور التمهيدي بنظام الذهاب والإياب، لتلتحق المنتخبات 9 المتأهلة بالبلدان التي تم إعفاؤها، حيث سيتم تقسيمها على 9 مجموعات من 4 منتخبات، إذ سيتأهل أصحاب المركز الأول إلى النهائيات، فيما سيخوض أفضل منتخب يحتل المركز الثاني في المجموعات 9 مباريات فاصلة مع المتأهلين من آسيا وأمريكا الجنوبية والكاريبي.